للاسف من بعد خروج كابتن سيد عبد الحفيظ من النادي الاهلي، وانا شايف ان اللعيبه حاسه ان الاهلي محتاجهم اكتر ما هم محتاجين الاهلي. بمعنى ايه؟ هقول لك يا صديقي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم بيبو، يلا بينا نبدا. واللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس، وما تنساش دعمك باللايك يا صديقي. ايام كابتن سيد عبد الحفيظ عمرنا ما سمعنا ان في لاعب كل شويه يجي لك يقول لك انا عايز ازود عقدي. انا بتكلم على اكتر اللعيبه، مش كل اللعيبه، في لعيبه محترمه وما بتتكلمش، بس انا بتكلم عامه. عمرنا ما سمعنا ان في لاعب جاي يقول انا عايز ازود عقدي، لو ما زودتش عقدي هشوف لي عرض. من امتى ده بيحصل؟ انا شايف ان ده ما حصلش الا من بعد ما كابتن سيد عبد الحفيظ مشى. ما فيش حد من بعده جه عرف يحتوي اللعيبه ويحسس اللعيبه ان انت مش نجم. كنت بتفرج على فيديو للكابتن احمد السيد اللي هو كان مدافع في النادي الاهلي ايام ابو تريكه، كان بيقول ان في مره كابتن مانويل جوزيه النادي الاهلي عامل ماتش وحش، فبين الشوطين دخل قال كان يا مكان كان عندنا نجم اسمه محمد ابو تريكه. انت متخيل؟ محمد ابو تريكه. كان في مقوله دايما للكابتن مانويل جوزيه ان النجوم في السماء مش في الارض، بص فوق هتلاقي النجوم مش هتلاقي نفسك. فما فيش حاجه اسمها نجم. انما انا دلوقتي حاسس ان اللعيبه كلها حاسه ان هي نجوم، وحاسه ان هم خلاص توب وفوق كل حاجه. فدي مشكله كبيره ولازم لها حل. لازم تحسس اللعيب ان النادي الاهلي مش هيقف عليك. عايز تمشي يا باشا امشي، اتفضل مع السلامه. انما دلوقتي انا شايف ان النادي محسسهم ان هم نجوم، وحاضر هعمل لكم اللي انتوا عايزين، هعلي سقف الرواتب، هعليها، هخلي اكسترا مش عارف ايه، هخلي ايه. لا مش صح الكلام ده يا باشا. امشي عادي، اقسم بالله احنا نلعب بالناشئين عادي. واللي حاصل ده مخلي اللعيبه ما عندهاش روح الفانيلا. اول مره يعني بقالي مثلا سنه ولا اتنين حاسس ان اللعيبه ما عندهاش روح الفانيلا. البلس 90 راحت. زمان كان البلس 90 دي هي اساس النادي الاهلي، في حميه، في حرقه. يعني انا ما شفتش ده غير امام عاشور في ماتش بيراميدز بس، اللي كان بيموت نفسه، عنده غل، عنده روح. دلوقتي اللعيبه كلها قشطه يا باشا، عادي اكسب اخسر، المهم انا معايا كام في البنك. دي حاجه مهمه لازم النادي الاهلي يراجعها. حسسوا اللعيبه ان هي مش واقفه عليكم. والحاجه التانيه المهمه بقى قوي، ان انا شايف ان كل الناس بتقول ما ينفعش نحكم على ريبيرو من اول ماتش. طيب ماشي، هو دلوقتي مش اول ماتش، احنا لاعبين 3 ماتشات في كاس العالم، ولاعبين معسكر، ولاعبين حاجات كتير، فهو ده مش اول ماتش. فاحنا دلوقتي يعتبر الماتش الرابع ليه، فازاي ما نحكمش عليه؟ يعني لو كان ده اول ماتش ليه في الدوري ما كناش هنحكم عليه، مع ان الجواب بيبان من عنوانه، وهو بقاله شهرين عامل فتره اعداد غير الماتشات اللي لعبها في كاس العالم. انا عارف ان ماشي مش عايزين نوقعهم، والنادي عايز يديهم دفعه، ولا لسه واحنا مكملين وكده، ماشي على عيني وعلى راسي، بس هو باين من اوله هو شخص عنيد، هو شخص بيعمل افكار غريبه مش متماشيه مع النادي الاهلي. يعني ايه قبل الماتش بيوم اصلا مفيش معسكر؟ اللعيبه تخلص التمرين تروح نبعت لهم في الجروب القائمه بتاعت الفرقه، يجوا لنا بالعربيه على الفندق بالليل. يا سلام، ايه اللي ايه يا عم ده يا عم؟ لا مش الدرجه دي. في سيستم في النادي الاهلي، المدرب يجي على السيستم، انما افكاره ما فيش مشكله براحته. ولكن لما نشوف ان افكاره دي ما تنفعش لازم نفهمه ونشرح له ان في خلل، شوف حل. ما نقولوش اعمل كذا، ما نقولوش مثلا لعب ديانج عافيه، لا، مع ان ديانج لازم يلعب، بس ما ينفعش نقول له لا لازم تلعب لعيب، لا براحته يعمل اللي هو عايزه. ولكن لما احنا نشوف ان اللي هو بيعمله ده مش صح، او هيأثر على الفرقة، احنا في اول الموسم، لسه دوري، لسه دوري ابطال افريقيا، لسه كاس، لسه حاجات كتير قوي. فمن اولها لازم ندور على حد بديل، علشان لو ده ما نفعش بعد 4 5 ماتشات يمشي على طول، ونشوف حد بديل. ما نستناش بقى ونفضل قاعدين. يا اما الكابتن عماد النحاس يمسك لحد شهر واحد لحد ما نشوف مدرب. انا بتكلم ده لو بعد 3 4 ماتشات هنسيبه 3 4 ماتشات تانيين، مع ان انا شايف ان هو ما ينفعش، وهو اصلا مش هيأدي ماتشات حلوه غير مع الفرق الكبيره، علشان طريقه لعبه دي ما تنفعش غير مع الفرق الكبيره اللي هم بيهاجموا، فهيلاقي مساحات. يعني انا شايف ان هو هيلعب ماتشات حلوه مثلا مع الزمالك، مع بيراميدز، مع سيراميكا، مع البنك الاهلي، علشان دي فرق بتحب تهاجم، وممكن مع المصري. الباقي كله يا باشا هيبقى زي ماتش مودرن، اللي هو يا باشا كل الفرقه ورا الكوره، فانت مش هتعرف تحضر. يبقى ساعتها هتعمل ايه؟ هترفع اوفرات، ساعتها هتعتمد على الكور الطويله. انما انت برضو ما اعتمدتش على الكور الطويله، وانت شايف ان ال10 لعيبه كلهم ورا، فبالتالي انت مصمم على حاجه، والحاجه دي مش صح، لازم تغيرها. اي مدرب في الدنيا عنده بلان ايه وبلان بي وبلان سي وبلان دي وبلانات كتير قوي. زمان كان في مقوله بيقول لك الشوط الاول للعيبه والشوط الثاني للمدربين، فاكرينها طبعا. في ناس كتير قالوا ان هي غلط، بس هي بانت مع النادي الاهلي في ماتشات كاس العالم. كنا احنا الشوط الاول بنلعب حلو، الشوط الثاني
اللي المفروض خلاص هو قرا الفرقه وعارف بتلعب ازاي، ينزل يلعب احلى. هو كان بينزل يلعب اوحش، فبالتالي هو باين طريقته، هو مش عايز يغير، هو انا كده. دي مشكله جامده جدا في اي فريق، في اي مدرب. انت عندك كواليتي لعيبه عالمي، انت عندك كواليتي لعيبه عالمي لازم تستغله صح. بس كده يا صديقي، كده خلصنا، وما تنساش الاشتراك في القناه، ولو عجبك الفيديو ما تنساش دعمك باللايك. سلام.